السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فطيرة بالشوفان. المكونات اللي هي بسيطة اللي كنحتاجو فيها غير كاس ديال الشوفان كما كتشوفوا، كاس ديال الحليب، جوج بيضات، زائد مقادير أخرى اللي هي الملحة والسكر وشوية ديال الزيت. بقاو معايا في طريقة التحضير وفرجة ممتعة. كنبداو بها البنات، هي كاس ديال الشوفان كما كتشوفوا، كنخويو في الإناء، كنضيف عليه كاس ديال الحليب دافي صافي. غنخليه يتشرب، نخليه يشرب واحد شويه صافي. نخليه حتى يشرب هذا الحليب كما كتشوفوا. من بعد ما خليته واحد 10 دقائق حتى شرب ليا الشوفان الحليب، دابا غادي نضيف عليه معلقه صغيره ديال زيت المائده، غنضيف عليه معلقه صغيره ديال السكر سنيده. هاد السكر سنيده غير باش تحمر لينا الفطيره، يعني الملح حسب الذوق، زائد جوج بيضات كما كتشوفوا. صافي، وغادي نضيف عليهم واحد معلقه ديال الجبن، معلقه ديال الجبن. يمكن لينا نعوضوه بدانون طبيعي بدون سكر. صافي غنخلطوا هاد المكونات كاملين، كما كتشوفوا تخلطات هاد المكونات. صافي غادي ناخذ المقلاة، غندهنها بواحد شويه ديال الزيت، المقلاة حطيت فيها واحد معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، وغادي ندهن بها المقلاة. وهاد المقلاة ما تكونش كتلصق البنات، تكون غير لاصقه. صافي، وغادي نخوي فيها الخليط كما كتشوفوا. هذا هو الخليط غادي نخوي فيها. صافي، على نار مهيله غادي نحط المقلاة ديالي، وعلى نار مهيله غادي نحط المقلاة وغادي نغطي عليها. ملي غطيب لينا الفطيره غادي نقلبها. ومن بعد ما خليتها واحد تقريبا ربع ساعه على نار مهيله بزاف، دابا قلبتها من التحت لقيتها طابت كما كتشوفوا. غادي نقلبها في الطبسيل، غندير الطبسيل بهذا الشكل هذا، غادي نقلبها نردها طيب يعني الجهه الاخرى. صافي، وغادي نسد عليها. كما كتشوفوا الفطيره ديالنا ها هي طابت. دابا غادي ننزلها يعني في طبسيل، ودابا غادي نقطعها معكم البنات. كما كتشوفوا كتجي زوينه، نقطعها معكم. كتجي زوينه هاد الفطيره للفطور اولا للكوتي، وغالبا كتمشي في الفطور. هاد الشوفان يعني كنديروه للفطور. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي زوينه بزاف، كتجي رائعه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ما تنساوناش باللايك ديالكم والتعليقات ديالكم، راه بالنسبه لنا مهمين. وشكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء والى فيديو قادم ان شاء الله.